صار لي ما حكيت فترة، لأنه بالفعل كنت متفائلة من مبادرة الجامعة العربية، وحسيت إنه بجوز يكون في شيء له معنى ممكن يتكون من هالمبادرة هي، وخصوصا لما سمعت الكلام عن اللف والدوران وإنه ما عاد في أي تحمل طريقة التعامل هي من النظام السوري. فكنت متفائلة، لكن يوم ورا يوم عم نسمع أخبار بصراحة يعني بتهز البدن، أخبار بتخلي الواحد يحس إنه دم الشهداء السوريين الله يرحمهم جميع ما عم يعطي صدى بآذان أو بعقول الحكام العرب. يعني مجرد المهلات اللي عم يعطوها لهالنظام، سواء هنن ولا تركيا ولا كل البلاد عم تجي وتتدخل وتقول لا طولوا بالكم، عطوه اسبوعين، لا عطوه 3 اسابيع. طب 3 اسابيع قدام عينكم هو عم يجر الدبابات من بلد لبلد، وما صار في مدينه بسوريا الا ما عم يقصف فيها والناس عم تستشهد. 400 شهيد بعد بدء المبادره العربيه. يعني كيف بتطلبوا؟ يعني كيف انتم قيمة المعارضة قبلت ولا ما قبلت، بس كيف انتم بتقبلوا انه تقعدوا على طاولة واحدة مع انسان قاتل مجرم؟ يعني كيف بتسخوا بكلام واحد بيقول انا خلص نبذت العنف وما عاد في عنف وخلص وما عاد في دبابات وسحبت وخلص، ورد ثاني يوم بيرجع بيعمل مثل ما عملوا اكثر؟ يعني كيف بترضوا انه انتم تقعدوا على طاولة واحدة مع مجرم؟ كيف بدكم المعارضة تحكي مع شخص عم يقتل شعبه وعم يستمر بقتل شعبه؟ يعني حتى بعد المبادرات ما وقف، يعني مو بس ما سحب الدبابات إلا ما وقف القتل والاعتقالات والمداهمات وقتل الأطفال واغتصاب النساء. يعني انتو يعني أنا عم بستغرب، لأنه العرب المفروض عندكم شهامة، مفروض عندكم نخوة، مفروض عندكم إنه ما ترضى لأي مرأة عربية أو مسلمة هي أختك، أنت عم ترضى هالشي يصير هاد وساكت وعم تقول تعالوا نقعد نحكي؟ يعني عم بتفاجأ بطريقة للأسف يعني مخيبة للأمل. أنتوا عم تعطوه فرص بس لحتى يقتلنا أكتر وأكتر وأكتر. يعني المعارضة أو يعني المجلس الوطني ما في يقعد، على أنه أساس بده يقعد يحكي معه؟ على أنه أساس بده يحكي مع نظام عم يقتل شعبه؟ ما في أي حوار مع شخص عم يقتل شعبه. نحن دماء الشهداء برقبتنا، برقبة المعارضة، برقبة الثوار، برقبة الحكام العرب، برقبة الجامعة العربية، برقبة مجلس الأمن. كل إنسان عم يموت وكل إنسان عم يتعذب. هدول اللي صار لهم 8 أشهر بالمعتقلات عم يتعذبوا، الله أعلم شو صار فيهم. يعني هدول برقبتنا، نحن ما فينا نجي نقعد مع اللي عم يسبب هالأذى هذا إلهم. يعني كمان لازم تكون على عيني مبادرة وعلى عيني دبلوماسية، بس كمان الكلام اللي عم نسمعه شيء بيزعج. يعني انه نبيل العربي يقول انه اي ما في دبابات بسوريا، الدبابات فقط لقتل العصابات المسلحة. هذا كلام يعني مثير للاشمئزاز، وبخلي الواحد يطلع خلقه وينزعج من هالكلام هذا ويفقد الثقة تماما بأي قدرة هن عندهم اياها على حل هالمشكلة هي. وبيقولوا انه والله الثورة ما نضجت لانه ما طلعوا بدمشق مثل ما طلعوا بحمص وحماة ودرعا وإدلب. والله الحق يقال انه الشجاعة اللي ورجوها رجال ونساء حمص وحماة وإدلب ودرعا ودير الزور، الشجاعة يعني ما مرق مثلها بالتاريخ. اوكي، بس هذا لا يعني انه اهل الشام ساكتين لانهم، او اهل حلب لانه عاجبهم اللي عم يصير. كل ما هنالك انه يعني اذا شيخ الشام الشيخ الرفاعي بياكل قتلة من الصعاليك الشبيحة بقلب الجامع يوم ليلة القدر، والقرآن والمصاحف بتنشق، يعني شو يعني بس لأنه أهل الشام مو مستعدين يطلعوا ويموتوا مو معناته أنه هن راضيين عن النظام. يعني هالشي هذا المفروض يكون بديهي بالنسبة للناس دبلوماسيين على أساس ومثقفين ومخضرمين بالسياسة. يعني هي شغلة بسيطة، فما تضحكوا علينا لأنه صارت الشغلة مكشوفة. أنا لسه عندي أمل إنه المعارضة تبعنا رح تتوحد ورح يبطلوا كل واحد يطلع يحكي على كيفه، رح يكونوا صوت رجل أو امرأة واحدة وكلهم يحكوا بنفس القلب
ويا ريت يخلوا اشخاص محددين هن اللي يحكوا باسم المجلس، مو يحكوا باسم ارائهم الشخصيه. لكن معلش المعارضه عم تعمل جهدها، وانا مع المجلس الانتقالي وبشجعه، وان شاء الله بيكون من هيك لاحسن بالمستقبل. لكن هي مو مشكلتي. مشكلتي هلا انه الجامعه العربيه لازم تتخذ قرار يعني يليق بكلمه العربيه باسمهم، اوكي؟ لانه اللي عم ياخذوه شبيه بالجامعه العبريه، اوكي؟ لانه هالشيء هذا ما بيصير، وتخاذلهم يعني بصراحه بيخزي. بتمنى من كل قلبي انه النخوه تطلع والشهامه تطلع وياخذوا الموقف الصح، وحتى هن يكسبوا الشعب السوري بالمستقبل، وتضل علاقاتنا منيحه معهم.